يا جماعة مش هتتخانقوا زي ما كنتوا بتتخانقوا، وفي ناس خلاص يعني مش هيتخانقوا اصلا، وفي ناس هتبدأ تخس لوحدها، هتلاقي نفسها بتخس لوحدها وجسمها بيتظبط. طب ليه حضرتك؟ ايه اللي حصل؟ ايه الجديد؟ الجديد انه ان شاء الله ان شاء الله الفترة اللي جاية ستات البيوت هتقلل انها تشتري سكر. ليه؟ ازاي؟ مش هنعمل حاجات مسكرة، مش هنشرب حاجات محلاة بالسكر، مش هنشرب عصير فراولة عليه نص كوباية سكر، مش هناكل كيكة عليها كوبايتين سكر. لا، هنعمل كل حاجة بس هنقلل كتير قوي، مش زي الاول. ليه؟ الستات لما يقتنعوا السكر بيعمل ايه خلاص كده حياتنا كلها هتتظبط. طب الستات امتى اقتنعوا؟ تمام، لما تقول لهم بقى على حاجة مهمة جدا. ايه اكتر حاجة مهمة حضرتك عشان جمالك؟ الكولاجين بتاع بشرتك، شعرك. تمام، فلما اجي اقول لك انه في دراسة اتعملت على عدد كبير جدا من العيانين ونتائجها كانت في صالحي تماما كحد بينادي بقاله فترة طويلة جدا ان احنا يا جماعة نمنع السكر، طب نقلل السكر. فالدراسة دي قالت ايه في الاخر؟ قالت انه السكر ضار جدا 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 على ايه؟ على بشرتك، وكمان بيجيب تجاعيد. طيب السكر مضر، واكيد في ناس كتيره جدا عارفه اضراره ورغم كده بتستخدمه. اللي انا عايزاه منكم انه السكر ما ينفعش يبقى حاجه طبيعيه بنستخدمها الاستخدام العادي. اكيد انا واي حد بيجي عليه وقت عايز ياكل واحده سينابون كراميل بيكابون بالمش عارف صوص الايه، واحده كيكه المش عارف ايه اللي طالعه الفudge اللي بتطلع شوكولاته الايه، واحده شوكولاته ايه اللي محشيه كريمه ايه. مفيش اي مشكله، انا ما بتكلمش، انا حد دايما في النص وما بقدرش اقاوم وبحب الاكل. لكن في فرق بين ان الحاجات دي تبقى هي العادي في حياتنا، وبين ان انا عارف انه ده حاجه انا اخدتها مش هينفع اكمل عليها. خلاص خدتها استمتعت بيها، خلاص نقطه من اول السطر، هظبط شويه. ما ينفعش ابقى بصحى قايم نايم بشرب صودا. ازاي؟ بشرب عصير محطوط له سكر. طيب المعروف عن السكر انه بيتخن، ويمكن في ناس كمان ما تعرفش ان السكر بيتخن. في ناس كتير فاهمه انه السكر مجرد ان هو او انه الحاجات اللي هي بتتخن هي عباره عن الدهون. لا، الدهون مظلومه يا جماعه والله، ده السكر بيتخن اكتر منها بكتير. ليه؟ السكر ده بيدخل جسمك او جسمك، خلاص بقى الفيديو كله بيتكسر لجلوكوز وفركتوز. خلينا ناخد الاول الجلوكوز. الجلوكوز ده كل ما بيزيد في الدم، كل ما بيزيد حضرتك انتاج جسم افراز جسمك للانسولين، كل ما بتزيد قدره جسم حضرتك على تخزين دهون جديده، وبتقل كمان قدرته على ان هو اصلا يحرق دهونك اللي موجوده اللي كان ممكن يحرقها لو انت قللت شويه السكر اللي انت عمال تاخده. بس بسيط جدا الموضوع. دي قصه. يبقى انا دلوقتي بقيت بكون دهون وبقلل ان الدهون بتاعتي تتكون، وبلس ان انا هدخل في قصه تانية بقى اللي هي حساسيه الانسولين، مرض السكر من النوع التاني، مشاكل كتيره قوي، الكرش بقى اللي مش ظريف، مشاكل كتيره قوي احنا في غنى عنها. طيب نيجي بقى على الفركتوز. الفركتوز ده لطيف جدا، ده حاجه ظريفه قوي. الفركتوز ده حضرتك كل ما بيزيد كل ما بيخليك انت طول الوقت حاسس ان انت جعان، بيقل احساسك بالشبع. ليه؟ لان هو بيحصل خلل في هرمون الليبتين اللي هو بيخليك اصلا شبعان، فانت هتلاقي نفسك بتاكل حاجات مسكره، او على طول بنقعد نقول كمان النشويات البسيطه اللي هي بتتكسر وتطلع لنا نفس القصه اللي احنا بنتكلم عنها. فبتلاقي نفسك انا بجوع بسرعه، انا لسه واكل 4 ترغيفه فينو وجوعت بسرعه. ما هو ليه؟ لان انا باكل حاجات بتخليني اجوع بسرعه، الحاجات المسكره بتخلينا نجوع بسرعه. فيبقى انا اخد بالي من حاجه زي دي. حاجه تانية بقى، جسمي مش هيقدر يخزن كل كميات السكر دي على هيئه جلايكوجين عشان يستخدمها في الطاقه. عشان كده بنقول النشويات مهمه، مفيش نقاش، بس بطريقه معقوله. جسمي مش هيقدر يخزن كل ده، فايه اللي هيحصل؟ هيبدا ندخل في قصه بقى تانية خالص، انه هنبدا ندخل ان الكبد بيخزنها في صوره دهون، فنبدا ندخل في قصه الكبد الدهني. بالراحه مش بكرهكم في السكر خالص، بس بعد بقى قصه الكبد الدهني والدهون والكلام ده هتبدا بقى ندخل بقى في بشرتك. حضرتك بشرتك، انا قاعده اهو في الشمس الحمد لله، عشان كده بشرتي باينه كويسه. بس يعني لو كملت على سكر، لا، مش ولا شمس هتنفع ولا ميك اب هينفع ولا اي حاجه هتنفع. هتبدا تظهر دهون اللي هي بتبقى بيمبلز صغيره كده، وتبدا تظهر بقى حبوب الشباب، وتبدا تظهر مشاكل. في ناس بتظهر لها دهون في ايديها وفي رجلها، تلاقي نقط كده، مش الدهون اللي هي بقى دهون، مش هتلاقي خدود، مش اسمه ايه، مش فيلر. تمام، لا، ده هيعمل دهون تعمل مشاكل.
اخر حاجه بقى واهم حاجه اللي انا اصلا علشانها كنت متحمسه وانا بعمل الفيديو، عشان عارفه ان انا بعد الفيديو ده في ستات كتيره قوي مش هتحب السكر زي الاول، اللي هي هتبدا تزيد ماده اسمها advanced glycogen end. الماده دي بتعمل ايه؟ لطيفه جدا، بتيجي على الكولاجين حضرتك اللي هو موجود في بشرتك، اللي احنا بنقعد نقول بقى غني بيزود الكولاجين وبيعمل وبيسوي. كسر 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 الروابط، الالياف، بوظ، تلاقي تبدا تظهر تجاعيد، تبدا تظهر كرمشه، تبدا تظهر خطوط رفيعه، تبدا بشرتك ما تبقاش مشدوده زي الاول. كل ده بسبب ايه حضرتك؟ استهلاكك للسكر اللي احنا قلنا عليه. طيب هل السكر هو معلقتين السكر و3 معالق السكر اللي انا بقلبهم في العصير؟ لا، السكر موجود في حاجات كتيره جدا. اولا لازم تكوني ذكيه وانت بتشتري اي حاجه، تقري ايه اللي مكتوب على العلبه. عادة بيبقى مكتوب مضاف إليه سكر خام. ليه؟ لأنه في أنواع من أنواع الجرانولا بار والبروتين بار، الحاجات اللي فيري هيلثي دي مضاف إليها سكر خام. تمام؟ يبقى لازم اخد بالي انه مش اي حاجه هيلثي اكل منها زي ما انا عايز، اكل منها برضو باعتدال. طيب مفاجاه، مشروبات الطاقه غنيه بالسكر. مشروبات الطاقه باخدها برضو باعتدال، وفي انواع انا ما بفضلهاش تماما علشان هي فيها نسب عاليه جدا من السكر وهي ملهاش اي قيمه غذائيه يعني واضحه. اكتر حاجه بقى ملهاش اي قيمه غذائيه تماما ومليانه سكر وبتشربوها وبتبوظ لكم بقى كل حاجه، المشروبات الغازيه مليانه احماض وحاجات وحشه جدا، ولسه في الفيديو اللي قبلها قايلين ان هي مسرطنه وبرده بنشربها وهي غنيه جدا بالسكر. طب السكر موجود في حاجات تانية؟ ايوه حضرتك، السكر موجود في الترياكي صوص، في باربيكيو صوص، موجود في الكاتشب بنسبة عالية جدا، موجود في المايونيز، موجود في حاجات كتيرة جدا من الفاست فود بيبقى فيها نسبة عالية جدا من السكر ونسبة عالية جدا من الملح، وده اللي بيخلي طعمها مش قادرين نقاومه وعايزين ناكله كل شوية، مع اننا بعد ما بناكلها بنرجع نجوع وناكل حاجة تانية. فليه ما ناكلش حاجات تخلينا نحس بالشبع مدة أطول؟ ودي موجودة في فيديوهات تانية، ولسه هعمل لكم فيديوهات أكتر علشان نحاول نحل الموضوع ده. وأنا متفائلة إنه 2020 هتبقى بداية إنه ناس كثيرة جدا جدا إن شاء الله هتفكر في جسمها وفي صحتها وفي بشرتها وفي شعرها وفي إنها تبقى متصالحة مع نفسها وتحب نفسها بطريقة كويسة. متشكرة وأسفة لو طولت عليكم، وباي باي.